ممدد الجلد وحشوات السيليكون في إعادة بناء الثدي في حالات السرطان. معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي، وهشرح في الفيديو ده امتى بنستخدم ممدد الجلد في السيليكون عشان نعمل إعادة بناء. أول حاجة هنتكلم عنها ممدد الجلد. ده بيستخدم ان احنا نعمل اعاده بناء بنسميها مباشر متاخر او immediate delayed reconstruction في الحالات اللي احنا ما نقدرش نعمل فيها اعاده بناء نهائيه سواء بالسيليكون او بالعضله. فبنحط الجهاز ده بنسميه ممدد الجلد، عباره عن كانه بالونه فاضيه، وبنبتدي نحطها بعد ما نعمل استئصال الثدي تماما ونشيل كل الجلد بتاع الثدي. بنحط الجهاز ده تحت العضله وبنبدا نحقن صلاين او ميه ملح بالتدريج في العياده عشان نبتدي ننفخ الجهاز دوت واحده واحده لحد ما نبتدي نوصل للحجم المناسب للحاله، عشان نبقى عملنا جلد او بوكت نقدر بعد كده نحشيه حاجه، يا اما سيليكون يا اما عضله من الظهر عشان نعمل اعاده البناء. يعني اعاده البناء بالجهاز الممدد بتتعمل على مرحلتين، مرحله اثناء الاستئصال ومرحله ثانيه بعد ما نخلص الاشعاع ب6 شهور. لو ما لناش اشعاع بيبقى بعد ما نخلص الكيماوي نشيل الجهاز ونحط مكانه السيليكون او العضلات. وده ممكن كمان نستخدمه في حالات الديلي تماما او المتاخره تماما، ان حاله تبقى استئصلت الثدي من اكتر من سنه ودلوقتي عايزه تبتدي تعمل اعاده بناء، لازم نعمل جلد الاول، فبالتالي لازم هنستخدم جهاز الممدد عشان نعمل جلد ثم نعمل اعاده بناء نهائيه. نيجي بقى حشوات الثدي اللي بنسميها مجازا السيليكون. دي بنقدر نستخدمها بطريقتين، يا اما في نفس التوقيت بتاع الاستئصال ودي لازم اغطيها على الجلد بحاجه، يا اما بغطيها بالعضله من الظهر يا اما بغطيها بشبكه. يعني ما اقدرش احط جهاز السيليكون او حشوه السيليكون تحت الجلد على طول من غير ما تبقى متغطيه عن الجرح يا بعضله يا بشبكه. وده اللي بنسميه الاميديت اللي هو في نفس ميعاد العمليه بتاعه استئصال الورم. الديليد او المتاخر بنبتدي بيبقى اوريدي عندنا البوكيت او الغلاف اللي هنحط فيه السيليكون بعد ما نكون استخدمنا جهاز الممدد للجلد، بنشيله ونحط الحشوه ونبقى كده عملنا اعاده بناء للثدي النهائيه. وبيبقى المرحله الاخيره اللي بتبقى مستنيينها ان احنا نعمل الحلبه ونظبط الناحيه الثانيه السليمه على الناحيه اللي حصل فيها اعاده بناء، يا اما بنشد او بنرفع او بنصغر عشان يبقوا الناحيتين متقاربين من بعض ونوصل لاحسن نتيجه ممكن تبقى مرضيه للمريضه وتحسن من حالتها النفسيه ان شاء الله. تابعونا في فيديوهات ثانيه كتير، ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب لليوتيوب والتيك توك والانستجرام.